السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اقول لك ايه اللي هيحصل لعنبرك لو ما غيرتش الهواء بتاع عنبرك، او بمعنى اصح لو ما هوتش عنبرك زي ما بتدفيه. بص يا سيدي، هي المشاكل اللي حاصله في العنابر دي كلها، ومعظم الشكوى اللي انت بتشوفها او اغلبيه او 99% من الشكاوى اللي انت بتشوفها بسبب النفوق او نفوق عنابر الدواجن او ارتفاع نسبه النفوق دي كلها بتترتب عليها او مترتبه على سبب واحد، وهو نقص الاكسجين في العنبر او قله التهويه او تغيير او عدم تغيير الهواء بشكل مستمر في عنبرك. ليه ليه بيحصل ده كله؟ بص يا سيدي، هو في الاول طبعا انت بتنزل الميه والعلف وتحضر الدفايات بتاعتك وتنزل الكتكوت عليها، طبعا هياكل وهيشرب وتمام مية مية وحاسس ان هو دافيان، وانت كده حاسس ان انت حققت له كل امنياته. بالعكس خالص، ناقصه اهم حاجه وهي التهويه او تغيير الهواء في العنبر بشكل مستمر. لانه لما هياكل وهيشرب والحرارة اللي هتحصل هتبص تلاقي حصل معاك هينتج عن كده وتحصل فيه عمليات حيوية بتحصل في العنبر، زي التنفس طبعا وإخراج الزرع والحاجات اللي هتنتج بقى، والعمليات الحيوية دي كلها هينتج عنها مشاكل معاك تدريجيا، اللي هو بقى هتزيد معاك نسبة النشادر في العنبر وهيحصل. وطبعا الحرارة بتحرق الأكسجين أو بتقلل نسبة الأكسجين في الجو، وبتبدأ معاك تظهر معاك المشاكل التنفسية، وبعد كده تبدأ تلاقي تركيب في عنبرك حوالين العمدان، في الأركان، حوالين الحيطان، وبتبدأ تحس بخمول في الفراخ، وبتدخل في مشاكل كتير. المهم يعني عشان ما اطولش عليكم ندخل في المفيد، واللي هو ان انت بتعرض كتاكيتك طبعا او فراخك لمشاكل تنفسيه بدريه قوي. بيحصل طبعا زي ما انت فاهم، بيحصل نهجان، وبيحصل ارتفاع للضغط، وبيحصل معاك بقى تكوين في تجويف البطن، بتاع ده ميه حوالين القلب، القصه دي كلها، وبتدخل في مشاكل كبيره قوي. المشاكل دي بالتالي بتعرضك بعد كده لنزول المناعه، لان المشاكل الميكروبيه هتزيد على فراخك، هتأثر وهتاكل الجهاز المناعي خالص عند فراخك، وبالتالي مش هتبقى مقاومة او مفيش مناعة تقاوم اي مرض هتدخل. وطبعا كلكم عارفين ان العنبر اللي فيه ميكوبلازما هو اكتر عنبر معرض للحالات او الاصابات الفيروسية في الظروف دي، خاصة ان الميكوبلازما بتبقى حالته معرضة جدا جدا او اكثر عرضة لفيروس الاي بي الشرس او كورونا الطيور. فانت من الصح لازم تظبط عنبرك من الاول، تحقق له زي فراخك ما هي محتاجة الاكل ومحتاجة المية ومحتاجة التدفئة، محتاجة للتهوية. ان ظبطت الحاجات دي ان شاء الله، التهوية والتدفئة باذن الله مش هتتعرض لمشاكل كتير، لان انت فراخك هتتصاب لا قدر الله بمشاكل ميكروبية. بالتالي هت بالتكتيم اللي انت بتعمله او بعدم تغيير الهواء في عنبرك هتبدأ تزيد معاك المشاكل الميكروبية، من سواء تنفسية او معوية، وخاصة الميكوبلازما، وهتنشط معاك الكوليستيريد المبكرة، وبالتالي انت هتنهك الجهاز المناعي للفرخة بتاعتك او هتقضي عليه تماما، وبالتالي هيترتب عليه فرخة بدون جهاز مناعي يقدر يقاوم معاك المشاكل الفيروسية اللي لا قدر الله ممكن تتعرض لها قدام. وبالتالي أي نشاط لأي فيروس معاك في العنبر بيكون شرس جدا، وما بيبقاش إصابة بسبب بفيروس واحد، بالعكس ممكن تلاقي أكتر من فيروس مصاب بسبب المشاكل اللي انت بتعملها دي، لأن ما عندكش جهاز مناعي يقدر يقاوم أي حاجة. من الآخر فرخة ضعيفة ما عندهاش جهاز مناعي يقدر يقاوم اي مشاكل. وطبعا انت طالما دخلت في مشاكل ميكروبيه هتنهك الفرخه بالمضادات الحيويه، اللي بالتالي يا اما هتنهك الكلى لو اخراجها عن طريق الكلى، او هتنهك الكبد لو اخراجها عن طريق الكبد. وبالتالي برضو بيترتب عليك هي نفس المشاكل ونفس القصة اللي بنتعرض لها كل سنة في الشتاء. ولذلك احنا بتيجي في العنابر في الصيف اكمنك بتبقى الجو حار، فبتقدر تفتح تهوية براحتك، ما بيبقاش في مشاكل. مش قصة ان الحر بيقتل الفيروسات، لا يا فندم، هو حضرتك ان التربية في الصيف سهلة، لان انت بتقدر تحقق التهوية او تغير الهواء في عنبرك بشكل مريح جدا وسلس، لانك ما بتبقاش خايف من السقعة. انما بتيجي في الشتاء فبتخاف على فراخك من السقعة وعاوز تدفيها كويس، فبتبدأ تكتم، وبتبدأ بالتالي تحط فراخك وتحط نفسك وتحط مالك في مخاطرة كبيرة قوي وتحت ضغط كبير قوي. وهو المشاكل اللي هتبدأ تحصل لك هتبدأ بمشاكل ميكروبية، تنتهي بمشاكل فيروسية،
او لا قدر الله بانهيار لاقتصادك او لعنبرك بشكل كامل. فهو الصح ان انت لازم تغير هواك كويس من اول يوم في الشتاء او في الصيف. وزي ما بتهوي في الصيف كويس قوي، لازم تهوي في الشتاء. اصرف على فراخك شوية في التدفئة عشان تقدر تهويها، ما تبخلش عليها وتكتمها قوي وتحصل معاك المشاكل الميكروبية ووراها المشاكل الفيروسية وتنهك نفسك في الشغل الخطأ. يا رب اكون قدمت لكم معلومه مفيده سريعه، وهنتكلم كتير قوي في الحلقات اللي جايه ان شاء الله باذن الله تعالى عن الموضوع ده. اتمنى انك تتابعنا باستمرار في الحلقات اللي جايه عشان هنقدم لكم حاجات مفيده قوي ان شاء الله تفيدك في التربيه. وكمان يا ريت تتابعونا على اليوتيوب قناه دواجن اونلاين مع ضياء القلاوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالى اقول لك ايه اللي هيحصل لعنبرك لو ما غيرتش الهواء بتاع عنبرك، او بمعنى اصح لو ما هوتش عنبرك زي ما بتدفيه. بص يا سيدي، هي المشاكل اللي حاصله في العنابر دي كلها ومعظم الشكوى اللي انت بتشوفها او اغلبيه او 99% من الشكاوى اللي انت بتشوفها بسبب النفوق او نفوق عنابر الدواجن او ارتفاع نسبه النفوق دي كلها بتترتب عليها او مترتبه على سبب واحد، وهو نقص الاكسجين في العنبر او قله التهويه او تغيير او عدم تغيير الهواء بشكل مستمر في عنبرك. ليه ليه بيحصل ده كله؟ بص يا سيدي، هو في الاول طبعا انت بتنزل الميه والعلف وتحضر الدفايات بتاعتك وتنزل الكتكوت عليها، طبعا هياكل وهيشرب وتمام مية مية وحاسس ان هو دافيان، وانت كده حاسس ان انت حققت له كل امنياته. بالعكس خالص، ناقصه اهم حاجه وهي التهويه او تغيير الهواء في العنبر بشكل مستمر. لانه لما هياكل وهيشرب والحراره اللي هتحصل هتبص تلاقي حصل معاك هينتج عن كده وتحصل فيه عمليات حيويه بتحصل في العنبر زي التنفس طبعا